الفلوس الكتير ممكن تتعمل من شغل كتير ومجهود كبير، بس انت ممكن تكسب كتير وتشتغل قليل. يعني مثلا امازون بتمنع التجار من انك توصل منتجات من تجارة الجملة للتانيين زي وول مارت مثلا. لازم تحدد مين هو التاجر في كل الفواتير والقسائم بتاعة التعبئة والتغليف على الشحنة من بره، من غير ما تكتب مين المورد، مين الشركة المصنعة اللي شحنت المنتج ده. زي ما انت عندك مميزات الدروب شيبينج، فاكيد برضو هتقابل شوية عيوب. اغلبية الناس اللي بتبدأ ممكن تروح لفكرة الدروب شيبينج علشان مش بيكون معاهم الفلوس اللي في الاول عشان يبداوا في امازون اف بي اي، بس لازم يراعوا العيوب اللي هنتكلم عنها دلوقتي. اولا منافسه عاليه، طبعا مش هتحتاج فلوس عشان تبدا سهل ومش عارف ايه، وده بيخلي المنافسه هنا كبيره جدا. في 1000 واحد زيك عايز يكون بيعمل نفس الحاجات وعايز يكون بيعمل ارباح حتى لو اقل منك سنه، بس يكمل يعمل ارباح. التسليم للعميل بيكون ابطأ كتير، ممكن يوصل من 30 ل 40 يوم، ومش كل الناس بتستقبل الموضوع ده كويس. ممكن تشحن عن طريق طياره من الصين لامريكا في 3 4 ايام، ولكن مش كل الناس تقبل ده برضو. ممكن توصل متأخر، ممكن يوصل منتج بايظ، وده ياخدنا النقطة الثالثة وهي عدم المراقبة. انت مش هتلحق ان انت تشوف المنتجات دي